تعرف اللحظات اللي بتيجي الواحد يقعد يقول ليه حصل كل ده؟ لا تعرف اللحظات اللي بتيجي لك بعد الساعه 12، حاله الاوفر ثينكينج العجيبه دي. طب جربت بقى ان عقلك يلعبك ويقعد يقول لك انت فاكر اللي انت بتعمله ده صح، وبتسال ليه اتجننت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر رحب بكم، انا مروه خالد ويلا نبدا. في ليله في عام 1977 الكاتب بتاعنا إيكهارت تول كان في اشد لحظات يأسه. كان سنه في الوقت ده حوالي 29 سنه، وكان مقرر في اللحظه دي ان هو هينتحر. يا ساتر رب، بدايه انتحار وخلاص اعلنها صريحه: انا مش قادر اعيش مع نفسي مره تانية. الجمله دي يا صديقي بدات ان هي تصحصح عنده تفكير في شويه حاجات زي انا، نفسي، الماضي، الحاضر، مصطلحات كده خلت عنده تفكير مختلف، لدرجة ان الشخص اللي كان خلاص هينتحر تاني يوم بقى شخص مختلف تماما، بقى عنده سكينة وراحة غريبة جدا، وبقى حاسس ان قد ايه الدنيا حلوة. وده يخلينا ان احنا نلخص كتاب The Power of Now او قوة الآن للكاتب إيكهارت تول. وعلشان نبدأ حكاية الكتاب هنمشيها زي الرحلة، وبداية رحلتنا كانت القصة اللي حكيتها لك من شوية. القصة دي كان فيها جملة مهمة جدا الكاتب قالها لنفسه، وهي I can't live with myself any longer. مش قادر أعيش مع نفسي مرة تانية. إن شخص يقول لنفسه جملة زي دي، أنا مش قادر أعيش مع نفسي، ده يستحصح في نفس تفكير الفرق ما بين أنا ونفسي. هو احنا 2 ولا 1؟ وده فعلا سؤال منطقي يا صديقي. هو احنا 2 ولا 1؟ احنا مش هنتجنن، احنا بنسأل نفسنا سؤال منطقي بس. الشخص ده بعد ما سأل نفسه نفس السؤال بقى شخص تاني خالص، وكأنه مولود من أول وجديد، والسكينة وإحساس الراحة اللي هو حس بيهم احنا كمان عايزينهم. فعشان كده بنسأل نفس السؤال. تعالى نمشي شوية شوية في رحلتنا، وهنقف في محطة مهمة جدا، وهي انت مش عقلك. بص يا صديقي، في الفصل ده بنبتدي ان احنا نفهم مصطلح مهم جدا، وهي التفكير. كل الناس بتشوف ان هو حاجة مهمة جدا، لكن التفكير لما بيكون بزيادة بيبقى اشبه بالمرض. وعلشان تفهم ده الكاتب شبهها لنا بحاجة بسيطة جدا. اي خلية في جسم الانسان بتنقسم، الانقسام ده بيكون محدد وكنترولد من الجسم نفسه. لكن لما الانقسام ده يكون مش كنترولد او مش متحكم من الجسم وبتنقسم انقسامات كتيرة، ده بيبقى سرطان. بالظبط هي نفس الفكرة، التفكير لما بيكون زيادة بيبقى مرض. بص يا صديقي، عقلك المفيد الحلو الأمور اللي بيخليك تفكر وتخترع وتبتكر ممكن في لحظة من اللحظات يبقى هو اللي سايق، وهو اللي هيسوحك. انت في لحظات ممكن تكون عبد لعقلك او عبد للتفكير، وانت عارف يا صديقي ان بيحصل لك فعلا لحظات زي دي، وبتبقى في حالة انت مش عارف انا بفكر ليه. حد يوقف الاصوات اللي جوه دماغي دي. هنا انت محتاج فعلا تقلق. علشان كده الكاتب بيدخلنا في باب تاني من رحلتنا، وهي ازاي تتحرر من عقلك. لو رحت في يوم من الايام وقلت لحد انا سامع صوت في دماغي، في الاغلب هيفتكرك مجنون وياخدك مشوار صغير جدا للعباسيه. لكن بصراحه هي دي الحقيقه، احنا كلنا في اصوات في دماغنا. بس الفرق ما بين الشخص المريض نفسي والشخص الطبيعي، اللي هو احنا لو اعتبرنا نفسنا طبيعيين، ان الشخص المجنون او الشخص المريض النفسي ده بيبتدي ان هو يتكلم مع الصوت ده قدام العلن وقدام الناس، لكن احنا مكتفيين ان احنا نسمع الصوت ده في دماغنا ونسكت عشان ما يتقالش علينا مجانين. الصوت اللي جوه دماغك ده عمال كل شويه يفكر وينتقد ويفكرك بحاجات في الماضي، ويشغل لك شريط سينمائي كل يوم بالليل قبل ما تنام لحد ما يكرهك في عيشتك. حصل ولا ما حصلش؟ خطوتنا الاولى علشان نتحرر من الصوت ده ببساطه ان انت تسمع له. خليك واعي ان الصوت ده شغال في دماغك، وابتدي ان انت تسمع له بدون حكم مسبق. ركز بس، اعرف ان مخك ساعات كتير جدا بيرمي لك افكار وحاجات انت من جواك مش عايزها اصلا. بكل بساطه خلي عندك وعي بالافكار اللي عماله تتنطر في دماغك دي. مع الوقت دي هتكون النهايه للتفكير اللاواعي، يعني معنى اصح مع خطوات كتير هتبتدي ان انت بدون ما التفكير يكون لاواعي، انت تفكيرك هيكون واعي. انت هتفكر بارادتك انت، مش عشان دماغك قررت ان هي تفكر دلوقتي. يبقى هدفنا او الخطوه بتاعتنا ان هي نتحول من التفكير اللاواعي للتفكير الواعي، تفكير بارادتك انت وبس. لو قدرت ان انت فعلا تحقق ده هتبتدي ان انت تشعر بالسكينه والراحه، وتبتدي تبطل اوفر ثينكينج اللي مبهدلك كل يوم. نمشي بسرعه في رحلتنا وبنوصل لمحطه مهمه جدا، وهي خطوتنا الثانيه للتحرر من التفكير. بص يا صديقي، علشان تتحرر من التفكير لازم تدرك مصطلح مهم جدا، وهو الحاضر حاجة مهمة جدا، هي الحاجة الوحيدة اللي في ايدك دلوقتي، لا الماضي في ايدك ولا المستقبل في ايدك. لازم تدرك ان الحاضر هو الاساس، هو الحاجة اللي في ايدي دلوقتي ان انا اعملها. هنتكلم اكتر في موضوع الحاضر والماضي والمستقبل والكلام ده كله بس بعد شوية، لان انا هنقلك لحاجة بتؤلمني وبتؤلمك وبتؤلم الناس جميعا جدا، وهي الألم يا صديقي منبعه العقل.
فكر كده، اي حدث مؤلم حصل لك قبل كده ممكن تكون نسيته. اللي بيفكرك وبينغص عليك عيشتك كل شويه هو التفكير. عقلك بيبتدي ان هو كل شويه يصور لك الموقف ده وكانه بيحصل حالا، ويبتدي ان هو يفكرك بنفس الشعور ونفس الاحاسيس اللي انت كنت حاسسها في الوقت ده، وكانه بيجدد عليك الجرح وبيجدد عليك الالم اللي انت اصلا كنت ناوي ان انت تنسيه. يعني بمعنى صح بيعطلك ان انت تموف اون من اي الم في حياتك. وعلشان تتحرر من الالم ده محتاج حاجه لسه قايلينها من شويه، وهي الوعي. لازم تكون واعي بحقيقه واضحه جدا للجميع، وهي ان الحاجه اللي بتؤلمك دي يا اما حاجه حصلت في الماضي خلصت خلاص، او حاجه ممكن تحصل في المستقبل انت خايف ان هي تحصل لك. والواقع يا صديقي ان الحاجه دي عدت خلاص، او ان هي ممكن ما تحصلش اصلا. انت عايش حابس نفسك ما بين ماضي ومستقبل هما مش في ايدك، وعقلك هو اللي مخليك محشور في الزون دي، انك محشور في حاجه حصلت ومش في ايدك ان انت تغيرها، او محشور في حاجه خايف ان هي تحصل وممكن ما تحصلش اصلا، مخليك ناسي اللحظه الحاضر. دي اللي انا قلت لك هنتكلم عنها دلوقتي. لحظه الحاضر هي اللحظه اللي في ايدك، هي اللحظه اللي انت قادر تغير فيها اللي انت عايزه. لا هتعرف تغير اللي فات ولا هتعرف تغير حاجه في اللي جاي، غير في اللي انت عايش فيه دلوقتي. كتير بنشوف ناس بتمارس رياضات غريبه او حاجات خطيره زي تسلق الجبل او سياقه السيارات بسرعه عاليه. وهنا ببتدي ان انا افكر كتير واقول هي الناس دي كسبه روحها في كيس شيبسي؟ اصل ليه انسان يخاطر بحياته او بروحه علشان يمارس رياضه وممكن يمارس حاجه اسهل منها بكتير وممكن تفيده اكتر؟ ولما قعدت افكر تقريبا وصلت الإجابة. الناس دي بتمارس الرياضات دي لسبب واحد بس، بيتحرروا من فكرة الزمن، بيتحرروا من فكرة الماضي والمستقبل والكلام ده. هم عايشين اللحظة، عايشين الحاضر وبس. بمعنى أصح عايش اللحظة اللي هو فيها، عايش لحظة المغامرة والمخاطرة اللي هو فيها دلوقتي، ما بيفكرش في أي حاجة تانية أصلا. هيفكر وهم ناقلينه على المستشفى، ربنا يستر على الجميع. يعني هنا لو تهورت وقلت بس أنا هتسلق سور بيتنا ولازم أحس نفس الإحساس، اولا هنا في حاجتين. اولا ان انت انسان متهور، ثانيا في حل اسهل هجيبهولك دلوقتي، استنى. الحل برضه انا قلت لك من شويه، وهو انك تركز في الحاضر وتبعد عن فكره الماضي والمستقبل. في كلام بيقول ان التفكير في المستقبل او التفكير في الماضي بيبعدك عن النور، وان في اديان كتير بتقول، او الصوفيه مثلا ده على حد وصف الكاتب، بيقولوا ان التفكير في الماضي او المستقبل بيبعدك عن الله. لما فكرت فيها وجدتها ان هي فيها سكه واقعيه. تعالوا نشوف. لو انت فعلا على طول عايش مهموم، بتفكر في اللي حصل زمان وبتفكر في اللي هيجي بعدين، مش هتعرف تعيش صح، مش هتعرف ان انت تتعبد صح، مش هتعرف ان انت تحس بنعم ربنا عليك صح. فكر فيها كده، طول ما انت مهموم انت فاكر النقم، فاكر الحاجات اللي وجعاك، عمرك فكرت في النعم اللي عندك؟ وهنا وجب التنبيه يا صديقي، ان انا عايزه اوضح لك حته ممكن تتعقد معاك. انا عمال اقولك من اول حلقه سيبك من الماضي وسيبك من المستقبل، سيبك من الماضي وسيبك من المستقبل. هل معنى ده ان احنا هنرميهم كليا؟ ده يبقى غلط. وهنا هنفسرها سيكا. الماضي حدث بس احنا موجودين عشان نتعلم منه، علشان نستفيد منه. لكن لما يوصل ان هو تبقى حاجه معكننه عليك عيشتك ومكرهاك في حياتك وعماله تعمل لك الم 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 الم، هنا ده الغلط. المستقبل نفس الكلام، هو حاجه احنا بنسعى اليها، حاجه بتدينا الامل للحياه. لكن لما يتحول لسباق وطمع وجشع وحاجات سلبيه كتير جدا، وان انت حاسس ان انت مش عارف تعيش حياتك، هو ده الغلط. فاهم الفرق؟ لو يا صديقي خلاص ادركت الكلام اللي انا قلته وقررت فعلا ان انت تنفذه، هتبتدي تقابلك شويه استراتيجيات العقل بيعملها، وهي المقاومه. عقلك بيبتدي ان هو يحسسك بشويه مشاعر زي مثلا عدم الطمانينه، عدم الامان، العصبيه الشديده. دي كلها استراتيجيات مقاومه من عقلك علشان ما تتحررش منه. ركز فيها علشان بقى تعرف تتعامل مع الاستراتيجيات دي بطريق حاجتين: الوعي اللي قلناه من شويه، انا واعي ان ده بيحصل بسبب ان انا بدات اتحرر، انا واعي ان عقلي بدا ان هو بيقاوم باستراتيجيات، انا عندي الوعي. تاني حاجه الحضور، لازم تكون حاضر في اللحظه دي. انا قاعد مركز لك، بمعنى صح هتقول لعقلك انا قاعد مركز لك ومركز، انا شايفك. بص يا ابو الصحاب، بص انت بقيتش غريب بقى، هدلعك ابو الصحاب، صاحبي صديقي، يعني هننوع. هنوصل في رحلتنا لحاجه مهمه جدا، وهي ازاي الجسد المادي بتاعنا يكون هو البوابة اللي تساعدنا على التحرر من العقل والتفكير والكلام ده كله، وازاي توصل للتركيز الذهني الشديد جدا والحضور الواعي. هنا الكاتب بيقولك انك في رحلتك دي محتاج شوية ادوات. حاجة منهم مثلا ان انت تعمل اصلاح للذات، يبقى عندك حضور واعي. تاني حاجة محتاج تدخل في رحلة من السلام النفسي والروحي، وتدخل في تجربة روحية تساعدك توصل للحضور والهدوء. حاسه ان انا بقول كلام يوجا. كاتب بيقول لنا ركز في كل حاجه انت بتعملها وبتقوم بيها،
ركز في جسدك الداخلي، بعد كده ابقى متجذرا فيه، يعني اثبت في الحالة دي. بعدها هتبتدي ان انت تراقب ازاي ده بيغير عقلك وبيغير تفكيرك وبيغير طريقة عملك لأي حاجة انت بتعملها. بنوصل في رحلتنا لمحطة انا بشوف ان هي مهمة جدا، وهي العلاقات. العلاقات دايما بتدور بحاجة اسمها انا، الاحتياج، الحاجات اللي احنا بنقدمها لبعض، وده بيخلينا ان احنا عايزين نوصل للعلاقات المستنيرة زي ما الكاتب بيوصفها. الكاتب بيشوف ان العلاقات المستنيرة دي بتكون عن طريق ان افراد العلاقات دول يكونوا شايفين بعض افراد كاملين مكتملين، مش شخص انا عايزه علشان اشبع حاجة عندي، حاجة ناقصاني انا عايزه اخدها منه. باختصار عن طريق ان انت تبقى حاضر في العلاقات بشكل كامل، وبرضو عن طريق القبول والحب الحقيقي. بيعيش يا حبيبي. بص يا صديقي، في فرق من ان انت دايما بتحس بشعور من السعادة او التعاسة بشكل مؤقت، وانك تبقى حاسس بالسلام النفسي العميق الدايم. طيب اوصل لده ازاي؟ عن طريق حاجتين: وقف توقعات، ما تستناش نتائج، ومنطقية فعلا. هنا هتوصل لحالة من التوازن. وانصحك بموضوع وقف توقعات دي، لو عملتها ولا هتزعل من اي حد لان انت مش متوقع منه حاجة اصلا، ولا هترتاح بجد. وقف توقعات. انا ماشيه بالمبدأ ده بقالي فترة ومريحه دماغي خالص. عايزك برضو يا صديقي علشان توصل للحالة الحلوة اللي احنا عايزين نوصل لها دي، تدرك مصطلح التسليم. يعني تقبل الحياة بكل اللي فيها ده، ما تقاومش، تقبلها زي ما هي، بس فرق ما بين التسليم والاستسلام. مش عايزين نصلح من هنا نبوظ هنا. التسليم معناه ان انت تقبل كل لحظة بدون ما تحكم عليها. ده هيؤدي لسلام داخلي. السلام الداخلي ده هيبقى مرتبط بالتدفق الطبيعي للحياة. لما هتوصل لحالة التسليم دي هتكون اتأكدت ان الماضي ملوش عليك سلطة، ومش هيقدر ان هو يتحكم فيك. بصراحة يا صديقي، المفتاح في كل الرحلة اللي احنا بنقولها دي هو في الحضور. يعني المفتاح الآن. عيش الآن. الخلاصة، وصلنا للنهاية. بص يا صديقي، أنا وإنت وغيرنا كتير عايشين في سجن. السجن ده اسمه الماضي. أحداث حصلت في الماضي عمالة تعذبنا، لا احنا عارفين نموف اون منها، وأحداث خايفين تحصل في المستقبل معكنين علينا حياتنا وعمالين كل شوية نفكر فيها. الكاتب خلال رحلة الكتاب كان بيأكد لك على حقيقة واحدة بس، وهي السر في الحدوتة: إنك تركز في الحاضر وتنسى التفكير في الماضي اللي عمال تأنب نفسك عليه، وتنسى التفكير في المستقبل اللي معاك عليك عيشتك. انت محتاج تعيش اللحظة، عيشها بكل تفاصيلها وبكل تركاتها وبكل حاجة خالص. من الحاجات اللي دي من عندي بقى اللي ممكن تساعدك في الموضوع ده، ان انت تجرب وتكتشف اي حاجة كان نفسك ان انت تجربها زمان او عايز تجربها في وقت. جرب طالما ان هي متاحة يعني وسهلة. جرب وعيش اللحظة فعلا فيها. ابتدي كده وانت بتجرب او بتكتشف الحاجة دي، فكر فيها: انا عايش اللحظة دي، انا بجرب الحاجة اللي انا عايزها وبس. مع الوقت فعلا ممكن توصل لحالة الحضور والآن اللي احنا بنقول عليها. المهم في طريقك ده اوعى عقلك يلعبك ويضللك، لانه زي ما قلنا بياخد استراتيجيات مقاومة. ركز فيها وخلي بالك. وبس كده خلصت حلقتنا وخلصت رحلتنا مع كتاب The Power of Now او قوة الآن للكاتب إيكهارت تول. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. متنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب واللاف عشان بحب اللاف مش بحب اللايك، وظبطني بالحاجات دي. ويا رب يكون الكتاب عجبك ويكون جامد ومن الاخر. واستنى حلقه جديده من كتاب من الاخر. مروه خالد. سلام.